منظمة غوث وتشغيل اللاجئين، وهي منظمة أممية ومعروفة اختصارا بالأونروا، تتهم إسرائيل وأمريكا بتجويع سكان غزة لأهداف سياسية وعسكرية. يعني هذا الأمر من منظمة أممية يرد على من يتهمون مصر بأنها تحاصر غزة وتجوع غزة. يعني حتى الهدنة التي هي مفروضة حاليا في قطاع غزة لإدخال المساعدات، ساهمت مصر في هذه الهدنة، وهي التي أدخلت مساعدات مصرية، وأكرر أنها مصرية. لم نجد مساعدات ممن يعني يتشدقون ليل نهار افتحوا المعبر افتحوا المعبر، ما شفناش يعني لم نرى أي مساعدات منهم. وإذا كانوا يطالبون بفتح المعبر عنوة كما يقولون، فمن الممكن أن يرسلوا طائراتهم، لأن لديهم أساطيل طائرات لتلقي بالمساعدات في أرض غزة. من الممكن أيضا أن يرسلوا الأساطيل البحرية لإيصال المساعدات. ونجد أن إسرائيل يعني إثباتا إلى أنها هي من تحاصر غزة، فإنها منعت السفينة التي تسمى حنظلة اللي قالوا أن هي هتوصل المساعدات لغزة، ورفضت إدخال المساعدات أو وصولها إلى ميناء غزة. معنى ذلك أن إسرائيل بتؤكد أنها هي من تحاصر غزة، والمنظمة الأممية قالت ذلك، وقالت أن إسرائيل وأمريكا مجتمعين، وأنها يعني عبارة عن يعني عملية مدبرة ومتعمدة.